السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق سكرين ميرورينج تي في. التطبيق ده مساحة 38 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالموبايل والتلفزيون، ان انت تحول الموبايل بتاعك لريموت تلفزيون، وان انت تخلي الموبايل بتاعك كل الحاجات اللي فيه تشتغل على التلفزيون، سواء بقى معاك صور، معاك فيديوهات، معاك افلام، معاك العاب، معاك اي حاجة عايز تشوفها بالحجم الطبيعي، عايز تشوفها كبيرة، عايز تشوفها بشكل افضل. فانت بتقدر تحول التلفزيون بتاعك او تنقل المحتوى اللي على الموبايل بتاعك على التلفزيون مباشرة، وتقدر تشاهد الحاجات بشكل افضل وبصورة اكبر، وتشاهدها انت وكل اللي معاك في البيت، بدل ما انت بتتفرج مثلا لوحدك، لا انت بتتفرج مثلا انت واولادك، انت وعيلتك، انت واسرتك، انت وكل اللي معاك في البيت. بالاضافة لان احنا زي ما قلنا هو بتقدر تحول برضو الموبايل بتاعك لريموت، بس بشرط لازم يكون التلفزيون بتاعك اول حاجة يكون تلفزيون سمارت. تاني حاجة ان يكون الموبايل والتلفزيون متصلين بنفس شبكة الواي فاي اللي موجود عندك في البيت، لان لو التليفون بتاعك مثلا متصل بالبيانات الهاتف والتلفزيون متصل براوتر او الواي فاي بتاع البيت، مش هتقدر ان انت تحول التلفزيون الموبايل بتاعك لريموت، ولا تقدر ان انت تشاهد الحاجة على التلفزيون. لازم يكون الاتنين متصلين بنفس شبكة الواي فاي علشان تقدر ان انت تشاهد الحاجات، وتقدر ان انت تحول الموبايل بتاعك لريموت. بس كده، ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تكتب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.